السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور الحبيب، أدام الله عليكم الصحة والعافية. أخباركم إن شاء الله تكونوا بخير دايما، في أحسن صحة وأفضل حال يا رب العالمين. اليوم طبعا يوم ختام الدوري المصري. طبعا بطولة اليوم يسدل الستار على بطولة الدوري المصري، التنافس على أحده بين بيراميدز والزمالك. آخر مباراة في الدوري، انا ما قلتش الاهلي ليه عشان ما حدش يقول لي لا، ما الاهلي لسه بينافس. ايوه، الاهلي لسه بينافس، ولكن فرص النادي الاهلي في الدوري المصري ضعيفه جدا جدا جدا، تكاد تكون لا تذكر. عشان كده ما قلتش النادي الاهلي، عشان ما حدش يقول لي ايه، اصل الاهلي لا، الاهلي بينافس ولكن فرصه ضعيفه جدا 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 في البطوله هذا الموسم. طبعا الاهلي ما عملش اللي عليه من بدايه الموسم، وعشان كده ما نقدرش نقول ان النادي الاهلي بينافس. النادي الاهلي ايوه موجود في الصوره، ولكن مش بينافس، يعني يكاد ما فيش حتى 1/10 من 100%. لان الزمالك بالتعادل ياخد الدوري، فوز الزمالك ياخد الدوري. الحاله الوحيده اللي الاهلي ينافس فيها على الدوري ان الزمالك يخسر وبيراميدز كمان يخسر. فالموضوع صعب يعني، او يتعادل، لا يتعادل، لا يخسر. بيراميدز لازم يخسر، وعشان كده الموضوع صعب جدا. يعني سموحه ما هواش النادي اللي نقدر يقول يكون ند مثلا بيراميدز وينافس بيراميدز ويخسروا الدوري. سيراميكا ممكن نقول ليه وعليه، ولكن سيراميكا لا ناقة له ولا جمل، يعني المباراة بالنسبة له تحصيل حاصل. وعشان كده ما بنقولش الأهلي خالص. موضوع الزمالك وبيراميدز هم الأقرب للدوري، يعني ليه بقى الزمالك بنقول الزمالك فرصة أقوى؟ ليه؟ لأن الزمالك لو تعادل هياخد الدوري. ليه بقى؟ لأن الزمالك فايز على بيراميدز رايح جاي، اللي هو المواجهات المباشرة زي ما احنا بنقول في الدوري. ولكن الكرة ما فيهاش مستحيل، ولكن كل فريق لازم يفوز. المباراة هتكون النهاردة الساعة 8 توقيت القاهرة، كل المباريات في وقت واحد في توقيت موحد. نتمنى طبعا الفوز للنادي الأهلي، أكيد نتمنى الأهلي ياخد الدوري، ولكن مش عايزين نأمل نفسنا في حفظ الله وأمنه.